ويسامحك يا حبيبي. الله يرحمك ويسامحك يا حبيبي. وفين عايزين نجيب حقك يا حبيبي. انا عارفه ان لو حصل الموقف ده لحد فينا ما كنتش هتسيبه، بس اختك ضعيفه يا محمود. اختك ضعيفه من غيرك يا محمود. مش عايزه نعيط عليك يا حبيبي، بس غصب عني. غصب عني يا حبيبي والله. انا ضعيفه من غيرك يا حبيبي. انت كنت ظهري وسندي يا حودي. انت كنت ظهري وسندي يا حودي. انت كنت ظهري وسندي يا حودي. انت كنت سندي يا حودي. انت كنت سندي. انت كنت سندي يا حودي. انت كنت سندي يا حودي. الله يسامحك يا حودي. الله يسامحك يا حودي. الله يسامحك يا حودي. مشاهدي ومتابعي المصري اليوم في الله كل مكان، يسامحك يا حودي. احنا مع حضراتكم في فيديو الله لايف يسامحك جديد يا من حودي. محافظة البحيرة. الله محافظة يسامحك يا حودي. البحيرة شهدت جريمة شنعاء، جريمة مقتل شاب على ايد عمه وابن عمه. عمو هو اللي ضربه. احنا قدام مقبرة عمو اللي محمود ضربه يا اختي. عمو الضحية ضحية في محمود. قرية حمور التابعة لمركز دمنهور. حسبي الله ونعم الوكيل. هنعرف من أخته حسبي الله كل ونعم التفاصيل. الوكيل. حسبي الله البقاء ونعم لله. الوكيل. نعم بالله. عرفي نفسك للمتابعين. الاسم فريزة أحمد محمد، أخت محمود أحمد محمد المرحوم الله يرحمه. الله يرحمه. كان أطهر خلق الله الحمد لله. ساب لنا السمعة والكرامة وكل حاجة حلوة في الدنيا. طيب احكي لنا ايه الخلاف مع عمك من البداية؟ في البداية خالص إن هو كان بيكره أبوي. استأذنك تعلي صوتك. في البداية خالص إن هو كان بيكره أخويا، وما نعرفوش إن هو الكره بالنسبة له جو كده. ما نعرفوش إن الجحود في قلبه أكتر من كده بالنظام ده، عشان في حياتنا ما تخيلنا إن حد يكون في قلبه جحود بالطريقة دي. عمرنا ما تخيلنا إن يكون في حد قلبه قهر وغل وحقد من قلب حد زي كده. حسبي الله ونعم الوكيل. قتل زهرة شبابنا. يعني كان حقد على محمود حسبي الله الله يرحمه. ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. طب قولي لنا يعني اكتر، احكي لنا الحقد ده كان سببه ايه؟ كان سببه ان اخويا علامه عالي وبقى صحفي دونا عنهم كلها. ومخيرهم كل واحد لو يتخدم لأم يبقى خد الدنيا وما فيها. يبقى هو كده وصل للدكتوراه من دول العالم كلها. لكن اخويا من صغره وهو يحب يتعلم ويحب يسعى في مجال تعليم، وعمره ما سعى في حاجه تانية غير كده. وعمره ما حب في حياته الفلوس، وحب يبني حياته بس. اللي حصل موضوع قلب بجد من 6 شهور فاتوا. المرحوم محمود الله يرحمه ويسامحه كان عايز يتجوز ويفرح. كان عايز يفرح زي ما اي واحد في الدنيا نفسه يفرح، بس اتاريهم مستكترين عليه الفرحة. محمود الله يرحمه من 6 شهور فاتوا عمه عمل مشاكل وشتم في ابويا وعمل احلى مشاكل. دخلت رئيسة قسم الحوادث لاخويا تحته، دخلت في الحوار عشان تفك الموضوع وتعمل محضر عدم تعرض. والدي انا عشان طيب وغلبان قال احنا هنحل الموضوع ودي. بيتكلم معاه بعدها بيقول له هو انت بتبيع ارضي ليه؟ بيقول له هنشتري شقه لابني عشان نفرحه في القاهره. لو بشتري شقه لابنك والله ما نفرحك بيه.
والله ما قاهر قلبك عليه، وفعلا قاهر قلبنا على اخوي، وفعلا قهر قلبنا عليه. بس يعني انتوا كنتوا مش متوقعين ان هو يكون كنا بيتكلم مفكرينه بجد؟ بيتكلم عادي، ما كنتوا مفكرين مجرد تهديد؟ كنا مفكرينه مجرد تهديد، مجرد كلام عادي، بس ما نعرفوش ان الكلام بصحيح، ما نعرفوش ان جواه الحقد والغل بالطريقه دي. دخلت رئيسة قسم الحوادث عشان تسلك الدنيا. والدي قال لا، انا هنحل ودي مع اخويا، ده اخويا. قول انت بتشتري شقه ليه؟ تقول عشان نفرح ابني ونفرح بابني. يا سعد، حسبي الله ونعم الوكيل. قال له ده انا هنقهر قلبك عليه ولا عمرنا نفرحك بيه، بس اصبر. قال له ماشي، على اساس ان هو بيتكلم زي اي حد ما بيتكلم، ما نعرفوش ان جواه غل بالطريقه دي. من 6 شهور تعاملوا وحاولنا نحل الموضوع، وبرضه جي والدي انا بيبيع الارض، وقف له مرضاش يخليه يبيع الارض اللي هيشتري بقى شقه لاخويا. ليه؟ قال له انا عايز الارض كانت محكومه ب120,000، الناس حكمت لعمي ياخدها ب70، والدي وافق بعد ما كان هيبيع جراتين، قال هنبيع 4، وخد بالغصب 100,000 من اخوه من ابويا، وابويا قال انا راضي بس تعدي على خير. هو ما كانش بيفحر عايز فلوس، وكان كله اللي همه انه يعمل مشاكل عشان اخويا يروح له، بيترصب لاخويا عشان اخويا يروح له، ويطول اخويا يضربه، لان اخويا كان بيجي كل شهرين مره، كل شهر مره، كانش حد بيشوفه الا لما كان بيروح الجامعه ويجي بس. هو كان مقيم في القاهرة؟ كانش بيجي محمود، حتى انا اللي اخته كنت نادرا ان شفت، انا متجوزه عشان كده كنت نادرا ان نشوف اخويا. كانت فرحه وطله ملهاش اي حل ولا ليها اي وصف. احكي لنا الواقعة نفسها حصلت ازاي؟ والدي اخويا كان جاي في اجازته، ولقى والدي في الغيط، كان في حوار واحنا مفكرين المشاكل خلصت، ورايح لابويا. ابويا لم الناس عشان خاطر يبعد اخوه ده عنه. اخوه عمره ما عمل احترام لحد، ولا عمل احترام لكبير ولا صغير، شخص قليل الدين وقليل الرحمه وقليل الادب. هو كده من صغره مع الناس بحالها، مش معنا احنا بس، وعامل مشاكل مع الناس كلها، بس ابويا عشان طيب وما قدرش يعمل حاجه مع المشاكل مع حد غير ابويا عشان هو طيب، ما كانش في نيته حاجه وحشه ليه زي الناس التانيه، ما كانت في نيتها ان هي تضربه هو برضه وتاذيه هو، اللي هو عمي اللي عنده الحقد والغل. اخويا رايح لوالدي مش في دماغه حاجه، لا هو ولا والدي، وماشيين بيتكلم مع ناس ضربه بماسوره حديد على دماغه. حسبي الله ونعم الوكيل، فتح دماغ اخويا نصين، قعد شهرين في غيبوبه، 52 يوم في غيبوبه، 52 يوم في غيبوبه، واخويا توفى على امل انه يصحى في يوم من الايام، على امل انه في يوم من الايام يقوم ونفرحوا بيه ونصحى، بس ما نعرفوش ان هي جايه قاتله كده. بس انا كنت حاسه باخويا حبيبي، الله يرحمك يا محمود. هو كان خاطب؟ كان خاطب من القاهره، وشاري بدله شبكته يا نور عيني، الله يرحمه، شاري بدله شبكته. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان رقدة اخويا الرقدة دي. حسبي الله وبالنسبة للي بيقولوا الخلاف ميراث لا، الميراث متفرج من 11 سنة فاتوا. صحيح والدي كان اقل كوم واقل حد، بس كان والدي راضي، بس ده هو اللي كان طماع دايما، وطفل مش عايز حد يبقى ناجح في حياته ابدا، كان يكره اللي يبقى ناجح، بالذات اخويا ده لما نجح وبقى صحفي، ناس بحالها بتحكي بادب واحترام وعلامه العالي، الغل ملا قلبه والحقد والكره، وضرب اخويا بماسوره حديد على دماغه، وقال ابني اللي ضرب عشان ابنه عنده 17 سنه عشان يدخل الاحداث، اخويا حقه ما يتاخدش. انا بطلب من عداله القانون تاخد حق اخويا، بطلب منهم انه ياخدوا لي حق اخويا محمود الجماس الله يرحمه ويسامحه، بطلب منهم ياخدوا لي حق اخويا، بطلب من السادة الصحفيين يوقفوا في ظهري عشان انا ضعيفة، لانه هو كان ظهري وسندي، هو كان ظهري وسندي، انا ما فيش حد في ظهري دلوقتي. بطلب من السادة الصحفيين يوقفوا جنبي،
وياخدوا لي حق اخويا. بطلب من عدالة القانون، انا عارفة ان القانون بتاعنا عادل، انه ياخد حق اخويا. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. الله يرحمك ويسامحك، الله يرحمك ويسامحك، الله يرحمك ويسامحك. عادش قادرة، عادش قادرة.